السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك النهاردة درجة الحرارة احنا دايما لما هنتكلم عن الظروف الواقعية. يعني انا سمعت النهاردة ان عدد كبير قوي من الفراخ اتأثرت النهاردة، فراخ التسمين اللي موجودة من مصادر موثوقة يعني. اللي ما اتأثرش بدرجة الحرارة الرهيبة ديت اتأثر بدرجة الرطوبة العالية. درجة الرطوبة النهاردة في بعض الأماكن وصلت 90% بالنهار. يعني ما قداميش فرصة إن أنا أشغل التبريد، وما قداميش فرصة غير سرعة الهواء. طيب أنا إزاي أقدر أسيطر على الهواء؟ أولا العنبر عند حضرتك هو عبارة عن كتلة من الهواء، طول في عرض في ارتفاع، بيتحسب مكعبات بالمتر المكعب من الهواء. احنا بنعمل طريقة سهلة، بس الطريقة دي مش كافية. بان احنا بنعمل المروحة ال 140 مثلا ل 3 طن لحم. هي مش كافية، وخصوصا في درجة الحرارة اللي احنا فيها دي. طيب انا علشان اقرب لحضرتك، انا النهارده هتكلم عن منحرفات الهواء، مش هتكلم النهارده عن اليوريا. ان شاء الله اليوريا نتكلم عنها بكره، لانها محتاجه تأصيل طويل جدا عشان اقول لحضرتك ازاي ذرات النيتروجين لما بتتفاعل مع ذرات الاكسجين، قصه كبيره، وامتى الوسط يبقى سام، وازاي تشتغل بالشكل اللي هو المطلوب انك انت تبقى فيه ان شاء الله باذن الله في حد الامان الكافي وحد الامان الكامل. هنتكلم النهارده عن منحرفات الهواء. منحرف الهواء باختصار خالص يا فندم هو عباره عن ستاره بتيجي من سقف العنبر، بتبقى متدليه من سقف العنبر. وليكن احنا بدأناها دايما مع العنابر اللي ارتفاعاتها عاليه، اللي هي العنابر الجمالونات. منحرف الهواء عباره عن ستاره بتبقى من فوق على ارتفاع مثلا 2 متر لما لفوق. الستاره ديت بتبقى جايه بالعرض حضرتك ممكن ببساطه خالص شكاير العلف، لان شكاير العلف فيها نسبه بلاستيك، بتعملها بالعرض كده وبتخيطها وبتشدها بعرض العنبر. طيب ديت بتعمل ايه؟ حضرتك عندك المراوح شغاله ورا، المراوح بتاعتك ديت بتغير لك هواء العنبر بالكامل. طيب انا الهواء اللي عندي اللي على السقف ده من ارتفاع 2 متر هو ما بيمرش عليا على الفرخ، بل بالعكس ده بيضيع لي قوه المروحه بدون اي استفاده. طيب منحرف الهواء لو انا الارتفاع عندي 32 ممكن اعمله على 2، ممكن اعمله على 180. كل باكيتين 3 باخد ستاره بعرض العنبر. ايه اللي بيحصل؟ بتمنع لي حركه الهواء، بتمنع لي ان المراوح ببساطه ان المروحه تاخد تغير لك هواء العنبر بالكامل، فتبدا تغير لك الكتله اللي حضرتك عملتها من الستاره. حضرتك عملت الستاره كده تمام، ده سقف العنبر، حضرتك عملت الستاره كده، اصبح الهواء عندك المروحه عندك بتشد الهواء من تحت مش من فوق. شوف حضرتك، خد بالك من ايدي، هي كده المروحه لما بتشد من تحت يا فندم، مش بتشد من فوق. فلما تشد من تحت بتبقى اللي فوق دي كلها كتله هواء ماتت، ما عادتش كتله هواء بتتحرك. فبالتالي هي سرعت لحضرتك الهواء، سرعت لك الهواء في مستوى الطائر. طيب انا النهارده رطوبتي 90% يا باشمهندس، انا ما اقدرش النهارده اشغل التبريد بتاعي بشكل مستمر. اقدر ان انا ابل اشتغل على تايمر وكده. طيب سرعه الهواء، في حاجه يا فندم اسمها مراوح التقليب. مراوح التقليب ديت ببساطه هسهلها لحضرتك. انت النهارده قاعد في اوضه زي اللي انا قاعد فيها دي، لو مشغل مروحه عمود كده عليك ودرجه الحراره 40، حضرتك هتحس درجه الحراره كام؟ هتحس درجه الحراره هتحسها على جسمك وليكن 32، وعامله لحضرتك مخليه حضرتك مرتاح. طب درجه الحراره في الغرفه اللي حضرتك فيها وليكن 45، هي درجه الحراره اللي جايه عليك هي برضو ال 45، لكن مع سرعه هواء. يا جماعه سرعه الهواء ديت حاجه عظيمه جدا 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 جدا، وحاجه سهله جدا 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 جدا. انت دلوقتي عندك وليكن 5 شفاطات في نهايه العنبر، هات شفاط واحد، هات شفاطين من بعد التبريد ب 7 8 متر يبقوا جوه العنبر على ارتفاع وليكن ارتفاعها مثلا متر، علشان ما تديلكش تيار مباشر على الفراخ. ايه اللي بيحصل لما بيكون عندك مراوح تقليب داخل العنبر؟ بتزود لك سرعه الهواء داخل العنبر. فرخك النهارده محتاج من 3 ل 3.5 متر على الثانيه علشان عند درجه حراره 32 يحس بها 28 27. يبقى انت ما بردتش، لان كل درجه حراره حضرتك بتنزلها بخلايا التبريد بترفع لك الرطوبه 2%. انا رطوبتي النهارده 90، الفرخ بتاعي لوحده مخنوق مش قادر ياخد نفسه.
هروح ازاي احط له ميه على التبريد؟ لازم ازود سرعه الهواء. المراوح يا فندم بتزود سرعه الهواء. المراوح اللي في اخر العنبر بتزود، بتشد منك على سرعه هواء ثابته. لو مروحتين 2 تقليب في اي عنبر هيظبطوا لك الدنيا دي كلها، مهما تكون بتشتكي. مهما تكون بتشتكي، المراوح اللي بتعملها في وسط العنبر بتحل لك المشكله دي. ويا سلام بقى لو فوق المروحه في منحرف هواء، انت موتت الحته اللي فوق، زودت سرعه الهواء من منحرف الهواء، ولما قلبت من تحت، بدل ما المروحه بتشد من التبريد من بدايه العنبر عند 50 متر من بدايه العنبر لنهايه العنبر، لا، ده المراوح التقليب بتاعت حضرتك بتشد لك هي من التبريد. بتشد لك من التبريد وبتشد الهواء بسرعه وبتدفعه داخل العنبر بسرعه. اذا كنت بتستفيد من المروحه اللي في نهايه العنبر، اللي هي في العنبر المغلق الكلوز بتاعك، لو كنت حاططها في اخر العنبر فهي بتشد لك بس، هي كضغط هي بتشد لك بس. لكن مروحه التقليب بتشد لك من التبريد وتضغط لك على الفراخ، تزود لك سرعه الهواء. يعني بتزود لك سرعه الهواء من التبريد وبتزود لك سرعه الهواء للمروحه اللي بتسلمها في نهايه العنبر. الموضوع ده يا جماعه سهل جدا. طبعا انا هارفق لحضراتكم بعض الصور لشكل العنابر اللي احنا نفذناها وما فيش فيها مشاكل. النهارده انا بلغني مثلا ان في فراخ كتير جدا ماتت. اللي ما ماتش بسبب الحر مات بسبب الرطوبه العاليه. انا بقول لحضرتك علشان طبعا الوقت ضيق، بقول لحضرتك اعمل منحرفات هواء. منحرف الهواء عباره عن ستاره بتعملها من سقف العنبر، بتدليها من سقف العنبر بعرض العنبر، بتدليها بعرض العنبر، بتموت الحته اللي فوق وبتزود سرعه الهواء على جسم الطائر وفي مستواك انت، في مستوى حضرتك كده وانت واقف. الحاجه الثانيه مراوح التقليب مهمه جدا. انت دلوقتي اعتمادك كله على سرعه الهواء. لو حاولت ان انت تعتمد على المروحه اللي في اخر العنبر في الرطوبه العاليه ديت وما انتش قادر تشغل تبريد، انت النهارده في مصيبه. اذا ما اتعاملتش مع المصيبه دي بتكنولوجيا وبعلم، قطعا هيحصل لك مشاكل كتير. انا هكمل بكره في موضوع اليوريا لانه موضوع كبير جدا، وعلشان اقول ما ينفعش ان انا اقول لك حط يوريا بنسبه كذا، لازم اعمل لك تاصيل علمي. علشان برضو احنا يا جماعه برضو بنتعرض لانتقادات وبيتقال لنا انتوا بتتكلموا في حاجات مش بتتكلموا في حاجات. احنا ما فيش حاجه قصر عننا والله، وانا مش عايز من حضرتك حاجه، مش عايز منك غير دعوه كويسه. انا دايما طبعا بقول ان احنا نكون سابقين بخطوه. هتكون سابق ازاي بخطوه وانت مأخر نفسك؟ المروحه النهارده داخل العنبر بتظبط لك خالص، بتفرق معاك خالص. جرب يا فندم. واحنا طبعا تليفوناتنا متاحه للكل، اللي عاوز يستفهم اكتر احنا تحت امركم. وانا هنزل على صفحتي، لان طبعا الفيديو ده يتنشر عند صفحه اخويا المهندس محمد جوده. انا هنزل برضو على صفحتي شكل منحرفات الهواء وشكل ازاي، صور لشكل منحرفات الهواء وصور للجهاز اللي بيقيس سرعه الهواء وصور ان شاء الله باذن الله لمراوح التقليد. معلش عفوا عشان الوقت يعني، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.